كتكون ناعس وكتسمع وكتشوف الناس ولكن ما كتقدرش تتحرك ولا تفيق، وهذه الحاله معروفه علميا بشلل النوم او سليب باراليسيس. شنو كيوقع في واحد المرحله من النوم كتسمى الار اي ام اللي شرحناها، وهي مرحله اللي كتعيش فيها الاحلام. الدماغ كيدير واحد الشلل عضلي طبيعي باش ما تتحركش وانت كتحلم، ولكن في بعض المرات كيفيق الوعي ديالك، ولكن الجسم ديالك كيبقى مشلول بحال الا مازال ناعس. يعني الوعي ديالك ودماغك كيفيقوا ولكن الجسم ديالك كيبقى ناعس، وهنا كتولي واعي وكتشوف وكتسمع ولكن مشلول، ما كتقدر لا تتحرك ولا تهضر. وشنو الاسباب ديال هذا الشيء؟ اول حاجه هو النعاس على الظهر، قله النوم والتوتر والستريس والسهر بزاف، يعني ما تبقاش تقصر بزاف، تبقى تنعس بكري. والنعاس بكري هو مور العشاء. والشلل النوم كيستمر غير شي ثواني ولا دقيقه وكيختفي بوحدو، وهذا الشيء بغيتك تعرف انه ماشي شي جن ولا شي حاجه خارقه. هذه مساله علميه طبيعيه وكتب عليها حتى الدكتور ماتيو ووكر في الكتاب ديالو لماذا ننام. والحل هو تنعس مزيان، تنظم وقتك ديال الراحه النفسيه وتفادى السهر بزاف. هذا ماك